عبر الأثير تكلم أبدى أبيه تأثرا، قال صديقي أعطني سيارة كي أعبر، خلت صديقي لا يرى ورأيت فيه تحيرا، هيهات كلا يا أخي إن انفلاتا قد جرى، بات اللصوص بحينا بسلاحهم ضاق الورى، فكيف جئت بها هنا وأتيت مرات أرى، هي لم تغادر من هنا منذ عدة أشهر، إن كنت تأبى غيرها آتيك فكرا منيرا، عقدا شريطة في أخذها والمال منك يظهر، أو تعطني سيارتك اكتب يا أحلى منظرا، هذا لأجلك يا بني أحمد أبيك عميرا، الدين أثقل كاهلي هذا الطريق الأيسر، وبدأت ساعات الطريق الجأش مني غامرة، فوجدت أثناء المسير أني أريد طائرة، جذع النخيل ممدد فكيف لي أن أعبر، وسمعت طلقات الرصاص وبرأسي سلاحا أشهرا، مر الشريط أمامي فطفقت أضحك ساخرا، ناداه يضحك يا وليد قال الفرار القهقرة، نحيت جذع النخلة حتى أمر وأعبر، هذا لأجلك يا بني فاحمد إلهك أولا، فضل الإله على أبيك، فضل الإله على أبيك، فالزم طريقا عادلا أدي لغيرك ذا الجميل، يعطيك رب الأفضل نجاتك من أي ضيق، تحيا حياة أجمل، وألف شكر للرفيق. روى حكاية أحمد.